السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة بقى اكيد عرفتوا انا هعمل ايه بالمنظر الفظيع ده، بالهدوم دي كلها. شايفين كده بقى؟ انا طلعت بس يا دوبك فضيت نزلت الحاجات الشتوي حطيتهم هنا. هنلمهم بقى نطبقهم الخروج دول وبحطهم في الاكياس دي وبعينهم تحت السرير او في الشنط، يعني ايه على حسب. انا عندي هدوم البنوتة الجميلة سيلة في الشنطة البيج دي وقفلتها. بصراحة ضغط وهبط. لسه بقى هنكب دول ونطبق بقى ونعلق. استنوا معانا شوفوا هنعمل ايه. كده بحطهم في الكيس كل بقى الحاجات التقيلة واعملها بنفس المنظر ده كده، اللي هو ايه متتكسرش وفي نفس الوقت مفرودة عشان ما تاخدش مساحة. هصور من جوه كده يا ميدو. محمد اللي بيصور يا جماعة عشان الرنج لايت بايظ، فانا بحاول ما افوتلكوش حاجة. انا بحبهم يبقوا مفقودين في الكيس عشان مفيش حاجة تتكسر وكل حاجة بحطها جوه حاجتها عشان وانا بطلع ما احتارش. اكيد. هكمل انا بقى وارجع لكم تاني. انا بقى قلت ايه اعمل معاكم شوية كده عشان دي هدوم الخروج بس، عشان بحط الترنجات لوحدها وهدوم الخروج لوحدها. شايفين؟ هحط فيها اللي هي العتة هوريها لكم برضو عشان تحفظ اللبس متخليش فيه بوه، تخلي ريحته حلوة. بحب احطها في الهدوم وانا بعين. كده كده انا يعتبر انا مش هقفل الكيس عشان لو لقيت اي حاجة تانية احطها فيها. تمام، احنا وصلنا لحد هنا كده. هجيب بقى كيس تاني وعين فيه ايه الترنجات دول. شايفين بقى كل الهدوم دي كانت متطبقة. محمد وعبد الرحمن عملوا ايه نيجي امبارح؟ ايوه انتوا نكشتوه امبارح. اول ما كنا فين بقى يعني يوم السبت بالليل، لا خلوني طلعت لهم الهدوم دي في السرير عشان يدوروا على حاجه يلبسوها في شم النسيم. شايفين؟ والله العظيم كل الهدوم دي كانت متطبقه حرفيا ومرصوصه ومحطوطه. هرجع بقى اطبقهم ونرجع نشوف بقى هنعمل ايه. الموضوع كل مدى بيوسع، مفيش حاجه راضيه تخلص وانا هبط وضغط مش قادره. الموقف ده انا ممكن اعمل اي حاجة كل يوم الا الموقف ده، بجد مش قادرة. منظر الدولاب وهو فاضي يخض. دي النفتالين او العتة زي ما بتقولوا. هنحطها كده في الكيس. وده كنت جبته لسيلة كبير لسه بالتيكت بتاعه. هعينه برضو واقفل الكيس وعين بقى ايه الكيس ده. هدوم مش راضية تخلص. هنا بدأت ايه حطيت هنا بداية هدوم عبد الرحمن. لسه دي هدوم سيلة هسويها وارجع لكم تاني. الجو ضلم ان انا الكيس اللي عايز يتبستر يتقفل كويس قفلته، والابيض ده ربطته لان كان في مكان وكان في هنا بطانية طلعتها برضه هتتغسل ورصنا هنا برضه اهو. تمام. اللي على الارض دي بقى هدوم سيلة
والرفين المنعكشين دول برضو بتوع سيلة هلمهم بقى، وفي هدوم هخرجها مش محتاجاها في الكيس دي، دول برضو كمان هلمهم وارجع لكم تاني. بصوا بقى حبيب قلبي، زهق وملل، بس لا ما تستسلميش لزهق ولا الملل ولا لاي حاجه. بصي الهدوم كلنا جايبالنا اكتئاب، من غسيل لتطبيق لنشير لكوي، والحمد لله ربنا يعيننا يا رب. سيلة طبعا ملهاش دولاب، انا بحط هدومها مع اخواتها، بس للاسف الدولاب مش واخد. انا هعمل ايه بقى حاليا؟ لان طبعا عارفين هدوم الصيف بنقول كتير، ونيجي هدوم الشتاء نقول ايه؟ الترنجات بتاخد مكان، صح ولا لا؟ انا جايبه السبت اهو، هلم في ايه؟ هدوم الابله سيله بتاع ايه؟ الخروج، عشان طبعا وفي حاجات هتعوز تتكوي، فايه مش وقتها، كفايه علينا ايه كده النهارده. تمام يا حبيب قلبي، وده كان فستانها بتاع العيد. هلم بقى كله هنا في السبت الخروج يعني عامه. صراحه هدوم الصيف بتبقى ايه يعني حلوه كده وخفيفه، انما هدوم الشتا دمها تقيل. شوف كل ده هدوم، وعارفين هنقول ايه؟ الامهات عامه لما بتيجي فعلا، انا فعلا الواد محمد هدومه اغلبيه هدومه ما شاء الله ما شاء الله ربنا يحميه، كلت الاغلبيه صغرت. لقيت مش عارفه احط في عبد الرحمن في الدولاب بتاع عبد الرحمن، مفيش في مكان، انما محمد هدومه فعلا صغرت، واللي انا مش محتاجه خرجته. فايه شايفين كل ده هدوم، وعارفين لما نيجي نلبسها هنلاقي نفس الهدوم دي ان شاء الله يعني صغرت. بالمناسبة بقى للاونلاين والحاجات الهم اللي بتيجي من الاونلاين شايفين ده فستان، هو صراحة كخامة حلو مش وحش، ويمكن هو بس اللي جه كبير شويتين ده كنت طالباه الصيف اللي فات، هو المفروض على الطاقية دي وليه زي موجود برضه، انا يا دوبك جبته عينته على طول ما لبستهوش، بس ان شاء الله ايه نظبطه بقى الصيف ده وتلبسه، هبقى اوريهولكوا برضه. في هدوم كتير اتبهدلت خلاص بقى ما عدناش محتاجينها. هطبق بقى الهدوم دي، سيلة هتعوز لها كم حاجة كده هي ومحمد، انما عبد الرحمن زي ما قلت لكم عنده هدوم كتير جدا، هوريها لكم برضه دلوقتي. السبب في العملة دي انا مبقاش اعمل كده خالص خالص خالص، وصراحة تعبت اوي النهاردة. انا ببقى عاينة الهدوم متطبقة مرصوصة، بشيل دول انزلهم برضو متطبقين، لان بيبقوا نازلين من الدولاب مش متبهدلين ولا حاجة. عملوا ايه بقى يوم السبت بالليل؟ قالوا لك لا انتوا كل شم نسيم بتصيفنا. هو احنا انت لسه ما طلعتناش، ما كنتش مستعديه الموضوع ده خالص دلوقتي انا ما كنتش مستعديه، حطوني في الامر الواقع يا جماعه والله العظيم. عملوا ايه بقى؟ عارفين السرير بتاعنا بيترفع بسهوله عشان على ميكانيزم يعني وكده، عملوا ايه بقى؟ راحوا رفعوا السرير، يلا يا ماما احنا رفعنا لك السرير تعالي يلا طلعي لنا الهدوم. كنا بالليل طبعا بعد ما قفلت معاكم اللايف كان الكلام ده. عملوا ايه بقى؟ رفعوا السرير، وانا جيت لقيتهم بقى ايه طلعوا كيس من الكيس هدومهم دي وراحوا فاضيينها بقى وفرحانين، وكل واحد بقى شفت الترنج بتاع وحش ولا البرموده بتاعته بقى وحشه وما كانوش لاقيينها، ياخدوا الهدوم ودي بتاعته ودي يقولوا دي بتاعته، فرحانين بلبس الصيف كالعاده يعني.
كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي، ويا رب دايما نكون بخير مع بعض. وانا حبيت اشارككم تجربتي في ان الهدوم المنكوشة. تمام، في هدوم كتير بقى ما عادش غير هدوم مسيلة هي اللي هطبقها، واحاول ارصها في هنا رفين، احاول ارصهم. هو المفروض بابا يعمل لها دولاب والله العظيم، بس ربك يسهل. وفي هدوم بقى زي دي كده، دي اكيد كانت بقعت حاجة وما طلعتش اهي، مش عارفة. الحاجات بقى اللي زي دي كده انا مبحبهاش تخرج بها برا، يعني ممكن بلبسها لها في البيت، وبرا يعني لما تيجي تطلع برا ما خليها تنام فيها، مش عارفة ايه كده، لاني صراحة بتضايق من الحاجات دي. دي بقى ممكن بقعد فراولة، بقعد خوخ، وانا ما اخدتش بالي منها، عشان كده ما بتطلعش الحاجات دي، بقعتها ما بتطلعش يا جماعة خالص. طبعا انا فاصلة يعني فاصلة شحن عمال. بس الحمد لله يعني الدنيا نوعا ما هدت، ما عادش فيه غير شوية دول. وسويت السراير قبل ما اقعد، عشان كان عليها هدوم يعني، بس ما كنتش منكوشة، لان انا كنت مسوية البيت الصبح، بس ما كنتش كنست. تمام والله العظيم. دي مش بنطلون اهو، دي بتاعتي انا، بس بلم الدنيا بتوع سيلا يعني عامة كده، لمهم بس كده لحد ان شاء الله. انا لازم ازن على دماغ احمد، عشان عمر الرفين، الرف صغير يعني مش هياخد كل الكمية دي اكيد يعني. فانا هلملها بس الدنيا كده على ما على ما الدولاب يجي. انا بطبقش كده خالص، انا بطبق تطبيقه مسطره بس، عشان انا بقولتلكوا بلم الدنيا مش اكتر، عشان ما يفضلوش محطوطين وسيلة بقى هتبهدلهم ازيد. وربنا يا رب يعيننا ويعينكم. واحنا دايما قاعدين بنعمل حاجة بتبقى يعني دقايق استغفار معانا. انا طول ما انا قاعدة بعمل حاجة بستغفر وبسبح ربنا، ان شاء الله ربنا يتقبل منا يا رب. المغرب أذن، انا بادئه حوالي من الساعة 2:30 كده، بعد ما خلصت اللي ورايا واتغدينا. انا بقى دخلت قلت لا ما بديهاش، كان عندي غسيل مغسول عايز يتطبق، والنهارده اليوم كان كله فطبقتهم الاول، عشان طبعا في حاجات هتلاقيها تتعان، فطبقتهم الاول وبعد كده شغلت الغسالة. النهارده اليوم حرفيا كان كله هدوم في هدوم، من غسيل لتطبيق. هطلع انشر بقى دلوقتي، اكمل دول واطلع انشر واجيلكوا تاني. بحبايب قلبي شكل الأوضة بعد ما خلصنا الهدوم. دي ضلفة محمد ودي الفوط بتاعتهم. تمام، هنا رف فاضي عشان زي ما انتوا عارفين مرصتش هدوم سيلة. شايفين هدوم محمد يعني محدش فيه هدوم. ان شاء الله اجيب له. ممكن ده عبد الرحمن الشماعة بتاعته مليانة، بس برضو بجيب له يعني مع اخوه اي حاجة كده. هدوم سيلة مش مظبطاها اخر حاجة، بس عم اخلص بس كده. شوف هنعمل ايه. وادي الهدوم اللي فضلت، هدومها بتاع الخروج كلها، دي هدوم المدرسة كده. حبايب قلبي كون خلصنا. استنوا بقى انتظروني في جزء تاني وانا بعمل الدولاب بتاعي، لان انا خلاص خبطت النهارده وفصلت. ولو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.